نصبايا منتشرة في البيع والشراء اونلاين، سمعت عنها اكتر من مرة فقلت اطلع احذرك. النصبايا دي ممكن تخسرك تمن اي منتج غالي او حتى نسبة كبيرة من تمن المنتج. شخص محترم كان بيدور على موبايل على الانترنت، وفجأة وهو بيقلب على فيسبوك يلاقي موبايل مناسب، وفي شخص عرض الموبايل ده للبيع وبسعر مغري. الموبايل كان غالي، والشخص دخل كلم اللي عرض الموبايل: هتبعت لي الموبايل ازاي، وهبعت لك الفلوس ازاي، والاسئله التقليديه اللي بتتسال عند اي عمليه بيع وشراء. بعد حوار كبير دار بينهم: ابعت الفلوس الاول. لا، مش هبعت الفلوس غير لما اشوف الموبايل. رسيوا في الاخر ان الشخص اللي محتاج الموبايل يبعت 5000 جنيه من ثمن الموبايل والباقي بعد ما يستلم الموبايل. وفعلا الشخص اللي بيبيع صور له بوليصه الشحن وقال له شركه الشحن هتكلمك وتقول لك امتى هتستلم، واللي هيشتري الموبايل خلاص اطمن واتاكد من البوليصه وبعت ال 5000 جنيه بالفعل بمجرد ما وصلته صوره البوليصه. ويتفاجئ بعد ما يبعت الفلوس بدقايق يلاقي نفسه معمول له بلوك وكأن شيئا لم يكن، ولا في شركه كلمته ولا الشخص اللي كان عرض الموبايل ظهر تاني من اسفل. وللعلم الموقف ده ممكن يحصل في اي منتج حتى لو رخص، فخلي بالك. ولو بتشتري اي منتج من شخص على الانترنت مش من موقع معروف زي امازون او نون، ما تدفعش ولا تحول جنيه من ثمن المنتج غير لما الحاجه تبقى في ايدك وتتاكد انها زي اللي اتعرضت لك بالظبط. اخفى علامه الزائد اللي جنب اسمي ولايك وشير الفيديو ده عشان يوصل لغيرك، وقول لنا حصل معاك او مع حد تعرفه موقف زي ده ولا لا، وعملت ايه وقتها.